الآن عن الوالد الله يرحمه، أنا منه سامعها عدة مرات. قال أكو بيت في النجف، بيت وقف، هذا البيت صار فيه تعمير، بيت قديم وكذا، وجابوا عمال يشتغلون يرمموه. فيوم من الأيام كنت يعني الوالد قاعد هناك والعمال قاعد يشتغلون، جاني واحد منهم من العمال الظاهر، قال لي هناك قبر انفتح انخسف في البيت. النجف خصوصا البيوت القديمة فيها قبور، يمكن مئات آلاف البيوت اللي في النجف إلى اليوم في البيت أكو قبر أو قبرين أو ثلاثة يدفنون. فقال أكو قبر انخسف انفتح، تعال شوفه. فالوالد يقول رحت أشوف، شفت فعلا قبر منفتح، وأكو شخص طبعا منيمي على إيده اليسرى ووجهه إلى القبلة، على إيده اليمنى وجهه إلى القبلة، هاي ينيمون المتوفى هالشكل، على يده اليمنى تصير تحته وإيده اليسرى فوق. فشفته ما في شيء، كأنه توه مدفون، بس هذه إيده الفوقانية شوية مرتفعة عن جسمه. الآن ليش مرتفعة؟ هو كان هالشكل، كان أكو عنده مثلا مشكلة بإيده أو لا، عقب ما انحط بالقبر صار هذا الشيء، ما أدري، بس ما في شيء، جسمه سالم. وهناك صخرة أو صخرتان عليهما أبيات من الشعر، رثاء له، اللي يتبين من الرثاء أن هذا الرجل عالم، كان من أهل العلم، يرثوا بها أنه مثلا أو حشت القرطاس أو حشت القلم، شيء من هالقبيل. هذه القصة كان الوالد ينقلها الأخ سيد جواد رحمه الله، أنا هم منه سمعت، قال أظن منه سمعتها، قال أنا كنت هناك ويا الوالد واكتبت الأبيات المكتوبة على الصخرة. الآن أنا ما شفتها، بس هو نقل لي الأخ، سمعته يقول الأبيات كأنه كتبها. المهم ذاكرين تاريخ وفاته، هذا الشخص مكتوب تاريخ وفاته، من يوم وفاته إلى اليوم اللي الوالد يقول شفته مر 96 سنة، 96 سنة، 100 سنة إلا 4 من يوم اللي دافنيه، لكن جسمه سالم ما صايبه شيء. هذه كرامة. ليش نقول كرامة؟ لأنه هذه مو شغلة هم سووها الناس. اليوم حتى في السابق كان أكو أحيانا يسوون شيء اسمه تحنيط، اليوم هذه موجودة بكثرة، يسحبون على ما أسمع اللي يريدون يحنطوه ما يريدوه يخرب جسمه، يسحبون الدم من عروقه، ثم مادة معينة بالإبر يدخلوها بالأوردة، خلص الجسم بعد ما يخرب. هذا إذا جسمه ما خرب، لو بقى 1000 سنة وما خرب جسمه ما له قيمة، يعني ما لها أهمية هالشغلة، لأن هذه الشغلة هم سووها. أما إذا فرض هم ما مسوين شيء، جابوا البدن وحطوه ومرت فترة وما أصابه شيء، فهذا فضل. الآن هذا شو مسوي الرجل؟ ما ندري شو مسوي، ما ندري، بس مسوي خير. الإنسان يعني الغرض من هذه القصة أن الإنسان طبعا لا يفكر والله أنا أصير خوش آدمي حتى جسمي لا يندثر، يعني اندثر لو ما اندثر هذه كرامة. هو إذا اندثر يعني شنو؟ إذا اندثر، بس إذا ما اندثر هذه كرامة زينة. الإنسان إذا صار متقي وملتزم، من الممكن، وقلت مو كل الناس، اليوم لو تروحون لهالمقابر الموجودة ببلاد المسلمين فتحوها، يمكن أغلبهم موجودين رايحين مندثرين،
أغلبهم. الآن يمكن تلقون واحد نص واحد ما صاير بشي، يمكن ويمكن لا، هم ولا واحد تلقون، ممكن. فهذه كرامة يعطيها الله عز وجل لبعض عباده لأنهم فعلوا عملا صالحا استحقوا به ذلك. وأكرر، غسل الجمعة ترى ما له ربط بالموضوع. غسل الجمعة عمل مستحب استحبابا مؤكدا. أما قضية اغتسل 40 جمعة وبعدين الجسم ما يصير به شيء، هذا كلام ما له أساس، هذا كلام الناس تقوله، أما رواية وأمثالها ما فيه. نعم، هو عمل مستحب بحد ذاته. وصلى الله على محمد.